زمان سنة 2016 كان في واحد اسمه سعيد أبو مصطفى. سعيد أبو مصطفى ده كان عنده بعض الشكوك في الدين بتاعه. قرر ان هو عايز يدور مع نفسه كده جواه، قعد يدور ويبحث لغاية ما اقتنع ان هو عايز يغير دينه من الإسلام للمسيحية. بعد ما سعيد أبو مصطفى قرر القرار دوت، قالك ايه، انا عارف كويس قوي ان اي حد بياخد القرار ده جوه مصر ما بيشوفش النور تاني، وانا عايزه اشوف النور، بحب النور، يبقى انا لازم اهرب من مصر، اهرب لاي بلد يكون فيها حريات من اللي بجد مش اللي على الورق بس. راح على روسيا وقعد هناك وقدم على لجوء. في خلال بقى الفتره اللي موجود فيها سعيد ابو مصطفى جوه روسيا، العنتر اللي جواه طلع وقرر ان هو يعمل بعض التصرفات اللي هي فعلا تؤخذ عليه، يعني يكب خمر على القران، يحرق القران، يعمل بعض المداخلات كده والفيديوهات. هجوم الحقيقه ما كانش افضل حاجه ومش احسن حاجه ان هو يعمله يعني، لكن هو ده اللي كان حاسس بيه وكان عايز يعمله في وقتها وعمله. قلتي لي سعيد ابو مصطفى عمل ايه بقى؟ العنتر اللي جواه طلع، انت شفتيه؟ قرر ان هو يعمل بعض التصرفات اللي هي فعلا تؤخذ عليه يعني. تؤخذ عليه؟ والله انا نفسي اقول لك مين اللي بتؤخذ عليه، بس يعني ما يصحش. يكب خمر على القرآن. استغفر لله العظيم، يعني حتى مش ميه، لا كمان خمره. وده بقى ان شاء الله كده، يعني حضرتك بتدافع عنه ولا ايه؟ يحرق القرآن. ده عند خالتك في البيت الكلام ده. ليه بقولك عند خالتك؟ لان انتوا اللي اليهود بيعملوا فيكوا اوسخ من كده وبتسكتوا ما بتعملوش حاجة، فانتوا متعودين على الكلام ده. انما المسلمين بلاش تهزروا معانا عشان احنا ايدينا تقيلة وهنزعلكم. يعمل بعض المداخلات كده والفيديوهات. هجوم الحقيقة ما كانش افضل حاجة ومش احسن حاجة ان هو يعمله يعني. يعني عارفة، هو لو بيهاجم هجوم في الكيوت منه كده ولا حاجة، انما احنا هنجيبه هو وانتي، انتوا الاتنين هنجيبكوا، وعارفة هنعمل فيكوا ايه بقى؟ هندخلكوا كلية الطب النبوي في جامعة الازهر. فدخل سعيد ابو مصطفى السجن في روسيا، خرج من السجن، اترفضت قضية اللجوء بتاعته وترحل تاني على مصر. كام تو دادي، هنرقص دانس يا روح امك. العنتر اللي جواه طلع تاني ده عجبك بقى؟ وقال له ايه، غير خانة الديانة في البطاقة، خليها من مسلم لمسيحي. هو البجاحة ايه؟ يعني هو مستوى البجاحة وصل لمرحلة انك طالع بتدافع عن واحد كب خمر على المصحف وحرقه؟ استاذة مولي كالدس، بجد والله. هو يعني ايه كالدس؟ المهم بقى ان العنتر اللي موجود جوه سعيد ابو مصطفى اللي بيطلع كل شوية ده عنتر. ما يعرفش حاجة خالص عن مصر، ما يعرفش حاجة عن الدستور. هو غالبا ما سمعش غير عن المادة 64 اللي موجودة في الدستور، اللي بتقولك ان حرية الاعتقاد مطلقة ومكفولة للجميع. ما اخدش باله بقى خالص ان في مادة 2 في الدستور جاية قبل مادة 64 دي ب 62 مادة، بتقولك ان المصدر الرئيسي للتشريع هو مبادئ الشريعة الإسلامية. المصدر الرئيسي للتشريع هو مبادئ الشريعة الإسلامية؟ ودي كانت مفاجأة بالنسبة لك بقى ولا ايه؟ بص يا أستاذة كالدس، أنا هحكي لك قصة حلوة. زمان كان في واحد محامي مشهور قوي اسمه مكرم عبيد، وكان مسيحي. ففي مرة واحد مسلم وواحد مسيحي اتخانقوا، وراح جاي استغفر الله العظيم المسلم ده سب الدين للمسيحي. دي قضية مشهورة قوي، تقدري تعملي عنها بحث، هتلاقي كتير بيتكلموا عنها، يعني دي مش قصة أنا جايبها من عندي. فالمسلم اللي سب الدين للمسيحي ده استغفر الله العظيم، راح جاي المسيحي راح اشتكاه ورفع عليه قضية. فالمسلم راح جاب الأستاذ مكرم عبيد المحامي المسيحي ده يترفع عنه. الأستاذ مكرم عبيد دخل المحكمة، فطلب من القاضي إن هو إلغاء الدعوة دي، إسقاط الدعوة، لأنها بتتنافى مع مبادئ وشريعة القانون. فقال له: هو ما هي ركيزتك؟ يعني أنت يعني مرتكز على إيه؟ قال له: لأن الشريعة الإسلامية بتنص على إن الدين عند الله الإسلام، فما فيش دين تاني أصلا عشان تسبه. والراجل أخد براءة، فهو ما فيش دين تاني أساسا عشان يتسب، والراجل أخد براءة بحكم المحكمة على إيد مكرم عبيد المحامي المسيحي. واخده بالك انت؟ اصحوا بقى كده، يعني انتوا واكلين بلوزة والله.